رحت اسكندريه وقلنا ناكل حواوشي زي كل مره. اتصدمت من الاسعار، لقيت الرغيف اللي انتوا شايفينه ده بقى ب100 جنيه. لا، وانا هدفع لو 5 6 ندفع 500 600 جنيه في كام رغيف حواوشي؟ جيت على طول وعملت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بكيلو دقيق واحد ونص كيلو لحمه مفرومه. بس انا صراحه ما صورتوش، فهقول لكم الطريقه بسرعه كده. جبت كيلو دقيق وكوبايه لبن رايب، لو ما عندكيش استبدليها بميه، وشويه سكر وذره ملح وشويه زيت جزء من الخميرة، كرة قد الليمونة، وكل ده قلبتهم في بعض، وكوباية مية وعجنتهم وسبتهم يخمروا. وجبت نص كيلو اللحمة المفرومة، حطيت عليها بصل وفلفل وتوم، وقلبت كل ده وفرمته في الكبة، ونزلت عليه بالسبع بهارات وتوابل الحواوشي وفلفل اسود وكمون. وجيت بعد كده رجعت العجينة بعد ما خمرت كورتها وقسمتها 8 كور، وفردت كل كورة كده وحطيت فيها كورة اللحمة المفرومة وقفلت عليها وفردتها. وبعد كده خرمت الوش العجين زي ما انتوا شايفينه علشان ما ينتفخش في الفرن. وبعد ما اتحمر في فرن البوتاجاز بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وعلشان يديكي اللمعة والطراوة اللي انت شايفاها دي، هقول لكم على السر معايا، مش هبخل عليه بيكم. جبت معلقة زبدة وشوية بقدونس وفرمتها ونزلت بيها على الزبدة. بعد ما سيحتها بالفرشة فرشتها بيها كده ودهنت الرغيف، وبقى زي ما انتوا شايفينه بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما استاهلش لايك وذمتكم؟ بحبكم في الله.